طلاب الدبلومه الامريكيه ركزوا معايا عشان في تغيير مهم وجذري في امتحان الاي اس تي. الطلاب اللي داخلين امتحان الاي اس تي من اول محاوله يناير 2026 هيسري عليهم التغيرات الجديده. الامتحان بعد ما كان 2 parts، بعد ما كان قسمين بس اللي هو reading ورايتنج، بقى 3. بقى عندك reading وعندك writing وعندك جزء reading مع writing. الموديول الاولاني هيبقى موديول الرايتنج، هيجي لك فيه قطعتين. القطعتين دول هيكون عليهم 35 سؤال، المفروض انت هتحلهم في نص ساعه. بعد كده الموديول الثاني هيبقى عباره عن الريدنج، وده هيجي لك فيه 2 passages طوال، هيبقى عليهم 25 سؤال وهتحلهم برضو في نص ساعه. بعد كده الجزء الثالث او موديول 3 دي هتبقى عباره عن ميكس ما بين الريدنج والرايتنج، 25 سؤال متنوعين ما بين الريدنج والرايتنج، عاملين شويه زي نظام الدي سات او الديجيتال سات. الامتحان بشكل عام هيبقى افضل من حيث طريقه الاسئله، من حيث التايمنج بتاع كل سؤال. انت عندك 90 دقيقه، هيتقسموا طبعا هيبقى عندك حوالي 70 ثانيه في السؤال او اقل، حسب طبعا لو بتكلم عن الريدنج او الرايتنج. فبشكل عام ان شاء الله هنتكلم معاكم في تفاصيل اكتر عن الامتحان الاي اس تي والفرق بينه وبين امتحان السات في الندوه المجانيه اللي بنقدمها اونلاين ان شاء الله خلال الشهر ده. الحق دلوقتي سجل مكانك وابعت رقمك عشان تلحق مكانك في الندوه. عمار عادل دايما معاكم، سلام.